طيب خليني أسألك عبد الرحمن، نعم. دور الأسرة في رسم أهداف الشاب كيف يلعب؟ جميل. الأسرة للأسف في موضوع تحديد الأهداف تقع. أولا تحديد الأهداف عن طريق الأسرة هو سلاح ذو حدين. ليش؟ لأنه قطعا الأسرة لا تتمنى لك الشر يا أنس، نعم. ولكنها قد يعني تحكم عليك بالشر وهي تريد الخير لك. كيف؟ قد يعني المثال المعروف والمشهور: يا ولد انا ابغاك تصير دكتور، يا ولد ابغاك تصير مهندس. هذا الكلام كان يشتغل زمان. نعم. حاليا هذا الكلام يعني خلينا نتكلم باللغه الشوارعيه ما ياكل عيش. ليش؟ لانه فعليا هذه الوظائف تشبعت بالكفاءات العاليه، وبالتالي اصبح هناك يعني مجالات كثيره، تمام، قد توازي بل تزيد من يعني قيمه التخصصات الثانيه. وبالتالي فكره يعني تقييد الآمال بأشياء معينة هي طبعا يعني دافعها خير. طبعا أكيد أبوك ما راح يتمنى لك الشر، أمك ما راح تتمنى لك الشر، ولكنهم للأسف قد يضرون بك وهم لا يعلمون. فبالتالي تحديد الأهداف عن طريق يعني الأسرة دورها في الدعم لا شك أنه هو يعني أساسي، ولكن يجب أن لا تحدد الأهداف من قبل الأبوين تحديدا ومن ثم يأتي الأخوان. ليش؟ لأنك أنت راح بتحط لابنك، طبعا ابنك ما يعرف في هذه الحياة، وهو بالنسبة له أبوي وأمي أنتم يعني قدوتي في هذه الحياة. فلما أنت تؤطره وتحيده وتجعل له مسار معين، هو لا يوجد له مصدر في هذه الحياة سواك، وبالتالي قد تظلم ابنك. طيب يعني الآن اللي أفهمه أنه لا تقيدون نعم. الأبناء بأشياء مستقبلية، بمثلا لا تقول له خلاص أنت دكتور، خليه هو يعني يكتشف هو إيش يبغى يصير. صحيح. جميل. صحيح. ولكن تكرار أنه الإنسان كان دكتور وهذا دكتور، القمة إحنا زي ما اتفقنا بأنها تتسع للجميع. نعم. ولكن أنك أنت تحصر الابن في شيء معين، قد يعني يكون مثلا الإنسان هذا مهندس نعم. ولقى نفسه في موضوع الهندسة، ولكن أنت تبغاه يكون دكتور، كذا أنت قد تخرب الطريق. تضرب. نعم. ولكن إذا كان هو دكتور وأنت تبغاه يصير دكتور فهذا لا يمانع، لأنه القمة زي ما اتفقنا بإذن الله والأهداف توحدت، هدفه. صح. طيب السؤال المهم، أو خليني مو بقول لك السؤال المهم، الإنسان يعني لو هي يعني تكملة لنقطة أو سؤال عبد الرحمن، كيف يفرق يا عمار الإنسان في الشيء الذي يريده والشيء الذي يريده الآخرين، كمثال الأبوين مثلا؟ والله شوف، بالنسبة هذا دائما هذا من أهم الأسئلة الآن اللي يواجهها الشباب. نعم. كيف تفرق الشيء اللي أنت تبغاه والشيء اللي الناس تبغاه لك؟ تمام. وثانيا الإنسان يتأثر بالمجتمع اللي حواليه، بالأهل، بالأصحاب، بالمكان اللي هو عايش فيه، هذا كله يأثر عليه. والله كيف يقدر يفرق؟ دائما حط نفسك وقول لو انه ما في احد مثلا يراقبني، مثلا انا عندي هدف معين، ما في احد يشوفني، ما في احد في المكان اللي انا عايش، انا لحالي، ايش كنت راح تصير؟ وانطلق على هذا النحو. انت كذا بتعرف. انا هذه وجهة نظري يعني. حط لك أسئلة بينك وبين نفسك. اي، حط لك أسئلة وخلي نفسك فين؟ في مكان ما في احد، وحيد. لا تربط حياتك بالمجتمع او شيء، اطلع فيها منها شوي. نعم. وشوف نفسك انت ايش تبغى وايش ما تبغى وايش الاشياء اللي انت تحتاجها. كذا انت ان شاء الله بتفرق. ثانيا الاشياء اللي يبغالك انت بتمشي على خططك، ما بتمشي على خطط الناس. اوكي، خطط الناس بعضها قد تكون جيده ومدري ايش، تعقيبا على كلام عبد الرحمن، في الاهل يحتاجون لك مدري ايش. بعض العوائل تجي تبغى تحقق احلامها بابنائها، هذا وارد كثير صحيح. بينما انه لو انت خليت ابنك وشجعته ووقفت وراه، والله بيجيك برأي وبيطلع من الناجحين اللي انت اصلا تبغاه ناجح، بس انت كنت بتمشي هدفك عن طريقه، او تبغى تشوفه في مكان كبير ومدري ايش، تقول له كذا كذا كذا. ناتجة المحبة يعني. اي، ناتجة عن محبة يعني، ما نعم. هي هذا بس. دائما هذا اخطاء شائعة وهذا من خوف.
فالاشياء هذه دائما زي ما قلنا توكل على الله يا حبيبي وما عليك، واسلك الطريق. يعني انا افهم النقطه هذه. تقول يا عمار اذا يعني حطيت نفسك بين طموحاتك وطموحات الاخرين، اجلس بينك وبين نفسك وضع الاسئله الفرديه وتوقع انك انت لوحدك. دائما خلي بينك وبين نفسك خلوه، يا سلام. والله بتوصل. فكر فيها ايش اللي قاعد يدار وايش اللي قاعد يصير. كثرة الجلسة مع النفس او الذات ترى بتعلمك انت ايش تبغى وايش ما تبغى، وتسال زي ما قلنا اسال نفسك يا اخي، اتكلم مع نفسك، نعم، سولف مع نفسك يا اخي، ما فيها شيء، توصل ان شاء الله. طيب الان على كلام عمار خلينا نمشي حبه حبه يا استاذ عبد الرحمن. جاك وضعت بين اهدافك واهداف الاخرين، واختليت بنفسك وجلست وقعدت تفكر والى اخره، فسلكت طريق معين. نعم. وأن تسلك هذا الطريق وهذا الهدف اللي أنت وضعته، قررت أنك أنت تغير هذه الأهداف من مجال إلى مجال آخر. السؤال هنا، هل التغيير هذا علامة نضج ولا علامة أنك أنت أصلا تائه؟ لا شك أنها علامة نضج. نعم. لا شك أنها، لأن الإنسان يتغير. ما فيها سلاح ذو حدين؟ لا ما فيها سلاح ذو حدين، ولكن حط تحت لكن مليون خط. نعم. غالبا الأهداف الكبيرة، طبعا احنا نتكلم عن الأهداف الدنيوية، طبعا هدفنا الأسمى وهدف كل مسلم على وجه الأرض أنه يعني يرضى الله عز وجل عنه ويدخل الجنة، لكن نتكلم عن الأهداف الدنيا. غالبا الأهداف الكبيرة يا أنس لا تتغير حتى وإن كان الإنسان. وش اللي يتغير؟ الأهداف الصغيرة اللي توصلك إلى الأهداف الكبيرة. يعني مثلا أنا كنت ناوي أصل إلى مناءة مالية، هذا هدف كبير. مع الوقت اكتشفت، طبعا انا قررت اني اصل الى هذا الهدف الكبير عن طريق يعني اختيار تخصص ذو عائد مادي مرتفع وجهد كبير، مثلا دكتوراه. وجدت ان الدكتوراه انا هدفي مش دكتوراه الطب البشري، مثلا انا هدفي اني اصل الى المناعه عن طريق هذا التخصص. فانا غيرت التخصص ليس لاجل ان هدفي هو ان اكون دكتور، بل الهدف اكبر. فبالتالي غالبا زي ما ذكرت لك انس، عن وجهه نظري طبعا، ان الاهداف كبيره وطويله المدى غالبا لا تتبدل، انما الاهداف الموصله الى الهدف الكبير هي اللي تتغير، وهذا هو يعني بحد ذاته النضج. طيب خليني يعني اختم هذا المشكله، يعني هذا الموضوع زي ما ذكرت لكم عميق وطويل. نعم لا شك. ولكن خليني اختم عمار معك بسؤال. ابغى خطوات عمليه تساعد الشباب على اكتشاف الشيء الذي يريدونه حقا. نعم. عندي هنا على كذا خطوة. أولا يقول لك التجربة العملية. نعم. يكون عندك تجربة عملية، الاستفادة من أصحاب الخبرة، ومنح النفس الوقت الكافي. وأول خطوة طبعا دائما اللي تكون ثابتة في هذا الموضوع اليوم، التعرف على الذات. أنت أهم شيء عندك قبل الخطوة ذي، لو إذا بدأت فيها إن شاء الله الخطوات الباقية بتسلك فيها. والتوكل على الله دائما في كل حلقة نقولها، التوكل على الله هو السلاح الأقوى والوحيد في هذا العالم، وبإذن الله كل شيء يضبط، والله لك الحمد. طيب في حد يريد أن يضيف شيء ولا شيء قبل أن نختم؟ لا صراحة شكرا. طيب أنا أشكركم في الحقيقة على هذا الطرح المختصر اللطيف. كان طرحا جميلا صراحة، ولكن أنا عندي خاتمة يعني بسيطة. بعد هذا الطرح الجميل الذي سمعناه وشاهدناه وإياكم، تبين لنا أن أهم نقطة هي معرفة الإنسان نفسه. أنك أنت كما ذكر عبد الرحمن، أنك أنت تعرف الشيء اللي أنت تبغاه، وتعرف الشيء اللي أنت تطمح إليه، وأن هذه الأمور لا تأتي بشكل مفاجئ، إنما يأتي عن طريق التخطيط، ويأتي عن طريق الاستشارات ووضع الأهداف اللي أنت تناسبك. والمهم أن الإنسان يكون له هدف في هذا الحياة. الإنسان الذي لا يوجد لديه هدف، هذا يعني خلينا أقول ضايع، لأن أنت عندك هدف أولا
أنك أنت وجدت في هذه الدنيا لعبادة الله عز وجل وإعمار هذه الأرض. فإعمار هذه الأرض يكون عن طريق مثلا أنك أنت تتعلم فتفيد الناس بالعلم اللي عندك وإلى آخره. فالهدف موجود، ولكن الهدف أيضا يحتاج إلى سعي طويل جدا. ونختم بقول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. شكرا لكم وشكرا لحسن المشاهدة والمتابعة. كنا معكم في هذه الحلقة الطيبة. الشكر للأخوين عمار وعبد الرحمن على الطرح الجميل، والشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام. نلتقيكم بعون الله وقوته الأسبوع القادم في يوم الثلاثاء تمام الساعة 4 بتوقيت أسمر. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.